الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الثقلين يعني الإنس والجن هي العبادة، أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم أن يعبدوني، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، جميع العبادات: الصلاة والصيام والصدقة والحج والذبح والإنابة والتوكل والرجاء والاستعانة والاستغاثة، كل عباداتك تجعلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخواننا، مع الشرك بالله سبحانه وتعالى ما بتستقر عبادة وما بتنفع عبادة أبدا على الإطلاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك يبطل العبادات كما يبطل الحدث الطهارة. إنسان لو بقى متوضي وانتقض وضوء حقه وصلى ما يقبل منه، لأن الصلاة بقت باطلة. كذلك إذا عبد الله سبحانه وتعالى بعبادات كثيرة وأشرك بالله سبحانه وتعالى لا يقبل منه، لأن الشرك يبطل العمل، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يا أخوانا، نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة حقيقية كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جعل لنا الأرض فراش وذلول مذللة، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثمار وأنهار وآبار، خير كثير ربنا سبحانه وتعالى ادانا له نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقابل إنه نعبد ربنا سبحانه وتعالى، نفرده يا أخواننا بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وكل العجب إنه فيه ناس قالوا الأرض دي مثبتينها هن أوتاد الأرض. قال أوتاد الأرض في القبل الأربعة، واحد ماسك المشرق قال، واحد المغرب، واحد ما عارف الجنوب، واحد الشمال. ولو ما هن الأرض دي قال كانت كشحت الناس، تكشح الناس قال في البحر وما يستقر لها قرار، نسأل الله العافية والسلامة. وكل الخطورة كمان وين؟ إنه بقى متداول في المديح، يقول لك نمدح النبي ويدخلوا الشركيات دي. أولاد البرعي وهناك من قبلهم كمان، ما من قبلهم أصلا ديل بعديون، اللي هو ناس الصفوة، والله فرقة الصفوة ولا الصحوة، نعم الصحوة. مديح أوتاد الأرض في القبل الأربعة، وقبلها طبعا ما خلوا حاجة، كل أربعة في أربعة تطلع بأربعة تنزل بأربعة، اللي تجيب لك آلة حاسبة. قالوا مثبتين الأرض هن. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان، انظر يا عبد الله، انظر لهذا الأمر، قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي تميل بكم، الرواسي هما الجبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أروني ماذا خلق الذين من دوني، ولا حاجة، قش ذاته ما بيقدروا يخلقوها، ما عندهم حاجة. وبعد يجي يقول لك أوتاد الأرض في القبل الأربعة مثبتين الأرض. والواحد لو جاء ورفت راسه ساكت لفة ساكت يمسك في حيطة ولا حتى يجي واقع ذاته، زود ضعيف فقير. فإخواننا لا بد من نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه الأمور خطيرة،
قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورد ناس زي ديل ما نسمعهم. حتى واحد من بعض الشباب قلت له يا أخي المدحة دي اللي بتسمعها دي فيها كده من الشرك. شوف قال أوتاد الأرض في الغبل الأربع وقال كذا وكذا كذا. قال لي يا زول أنا الشرك ده ما عندي معه قضية، أنا بس داير الموسيقى حقتها دي، بسمع الموسيقى عجباني الموسيقى، داير ينطط بس. ده زي الزول اللي بيجي يقول لك والله الجبنة دي أنا ما عندي معها قضية، القهوة ما عندي معها قضية لكن داير سكرها، على الأقل ذاك حلال ما إشكال، لكن المشكلة في الحرام ده. خلط بين الحرام الموسيقى وبين الشرك بالله سبحانه وتعالى. السمع ده مسؤول عنه، وربنا سبحانه وتعالى بيسألك من كل صغيرة وكبيرة وقفوهم فإنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبصرنا بديننا ونتمسك بشرع ربنا سبحانه وتعالى ونفرض الله بالعبادة، لأنه يا أخوانا دي النجاة الوحيدة. إذا تركنا الطريق ده هلكنا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.